اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. أنا جاية النهاردة وجايبة لكم قصة جديدة، بس تعالوا قبل ما نبدأ قصتنا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبفكركم كمان لو القصة النهاردة عجبتكم فرحوني باللايك، وكمان لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان أي قصة جديدة تنزل يوصلكوا الإشعار بيها. وتعالوا بينا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ حكايتنا. كانت بصاله بكره وحط ايديها في وسطها وبتتكلم بكل عصبية. أنا عايزة أفهم، أنت هتفضل طبق على نفسي كده كتير ولا إيه؟ ما تنجز يلا وروح في أي داهية تاخدك. أنت عرفتني وزهقت منك، التلاجة هتبوظ من كتر الفتح والقفل. أنت بتكلميني كده ليه يا مرات أبويا؟ أنا محدش يكلمني كده، وبعدين أنا قاعد في بيت أبويا وباكل في خير أبويا وفي عزه، مش بتجيبي من بيت أبوكي وتأكليني. يا باكس يا قليل الأدب، يلي مش متربي ولا شفت تربية بقى تقولي أنا الكلام ده يقل الرباية. وأنت صحيح لو كان لك كانت عرفت تربيك وعرفت تعرفك الصح من الغلط. وبعدين يا أخويا ما دام انت عارف تتكلم كده وبسم الله ما شاء الله لسانك قدامك مترين، ما تروح تشتغل وتصرف على نفسك. ليه؟ هو ابويا اشتكالك مني ولا قالك ان هو مش حابب يصرف عليا؟ ما اظنش ان هو قال الكلام ده. يبقى انت بقى تطلعي منها وملكيش دعوه بيا، سامعه ولا لا؟ اخد بعضه ومشي وهي كانت متغاظه جدا. ده انا اكره ما عليا وجودك، بس وديني ما اعبد يا صبري، لكن متخلصه منك وهتشوف بقى انا هعمل فيك ايه يا ابني. ولا بلاش، دي مش موجوده اصلا. وساعد الغدا جه جوزها من بره وقعدوا وبداوا ياكلوا. هاي حبيب ابوك، عامل ايه النهارده؟ انا كويس يا بابا، واحب افرحك كمان، جبت الدرجات النهائيه في المدرسه، ومش بس كده ده انا طالع من الاوائل والمس بتحبني قوي. اتكلمت ساعتها بكل غيظ. صحيح وتكرهك ليه؟ ما انت بتاخد عندها درس خصوصي بالشيء الفلاني، يعني فلوس ابوك محببها فيك مش علشان سواد عيونك يعني. قلتلك قبل كده يا وداد ملكيش دعوه بعلاقتي بابني، انت سامعه ولا لا؟ ما خلاص بقى يا ناجي، انا كل ما اجي اقول كلمتين محشورين في زوري تقوم طالع فيها الطلعه دي. انا مالي يا اخويا بيك انت وابنك؟ اصطفوا مع بعض، انا قايمه نفسي اتسدت. وساعتها قامت من على السفره. انا مش عارف مرات ابويا، اقصد خالتي وداد بتكرهني ليه؟ معلش يا ابني، عمر مرات الاب ما حبت ابن ضرتها، بس معلش استحملني بس حبه، انا بخلص في الشقه الجديده وهخليك تروح تعيش فيها انت وعمتك وستك، محدش بقى يقدر يقولك اي حاجه. ايوه بالله عليك يا بابا، بدل الهم اللي انا فيه ده. بصراحه كده انا ومراتك ما نتفقش مع بعض خالص. وادي يا صبري، انت في سنه كام؟ انا بلا فخر يا حاج في اولى اعدادي. ساعتها ضحك ناجي واتكلم، ودماغك ولسانك بسم الله ما شاء الله اكبر من سنك، بس احترم مرات ابوك وعيب. حاضر يا بابا اللي تشوفه. ربنا يخليك لي يا رب، لو كانت امك عايشه ما كنتش هتحوج لاي حد ولا حتى كنت اتجوزت. يلا قدر الله ما شاء فعل، ربنا يرحمها يا بابا. دخلت الأوضة وكانت عمالة تاكل في ضوافرها من الغيظ والضيق. تاني يا ناجي، أنا اللي تكلمني بالطريقة دي علشان حتة الزبالة اللي عندك ده؟ بس لأ، أنا مش هسكت عن حقي، وأنا بقى هشتغل لك في الأزرقي اللي اسمك صبري من هنا ورايح، وإن ما خليت أبوك هو اللي يطردك من البيت ما بقاش أنا. وتاني يوم أخدت بعضها ونزلت السوق علشان تشتري الطلبات اللي ناقصاها، فقابلتها واحدة كانت صاحبتها أيام دبلوم التجارة، بس هي وصاحبتها دي ما بيتفقوش مع بعض أبدا. ابتسام ساعتها اتكلمت بشماتة، ازيك يا وداد، عاملة ايه؟ واخبارك ايه؟ بقالي كام يوم بفكر فيكي. انا الحمد لله بخير. ليه بتفكري فيا يا ابتسام؟ مش بالعادة يعني. يا اختي هو انت بتروحي عن بالي بصراحة، يعني من بعد ما عرفت ان انت متجوزة راجل متجوز ومراته راحت وكمان عنده عيل وفي سنة أولى إعدادي، قلت يا لهوي
اللي عمل فيكي كده يا وداد، اللي خلاكي تقبلي بالوضع ده. بس عرفت بقى ان انت بقى عندك 27 سنة والقطر فاتك، واضطريتي اتجوزتي كبيرة، فاضطريتي بقى بالأمر الواقع. معلش، يا ما بيحصل، ده حظك بقى. خوفيه يا ابتسام، الكلام اللي انت عمالة بتقوليه ده. اتقفي عوج يا حبيبتي وتتكلمي عدل وتعرفي انت بتقولي ايه. انا من ناحية انا عارفة انا بقول ايه، فانا عارفة انا بقول ايه كويس قوي. انت بقى يا حبيبتي اللي ما تعرفيش ان انت سيرتك بقت على كل لسان بسبب الجوازة اللي انت اتجوزتيها. بصراحة انا لو مكانك ما كنتش اتجوزت. مهما حصل عمري ما ارمي نفس الرمية دي، وكمان مع عيل. عارفة لو ما كانش معها عيل كانت كل حاجة هتبقى تمام. يا خرابي، لكن عيل دي مسؤولية، وهيقسم عيالك في الورث، وهيقسمهم في الأكل والشرب، وهو اللي هيكون الكبير، يعني هيكون مسيطر بقى. لا بجد انت اتسرعتي. قال على رأي المثل: أصوم أصوم وافطر على ابن درة. يلا سلام. الشيطان لعب في عقل وداد وكانت على آخرها، وكانت صبري أكتر ما هي بتكرهه. أخذ الخضرة بتاعتها، روحت على البيت وهي عمالة تتكلم في نفسها: ماشي يا ابتسام، ماشي. قدرت تصطادي حاجة علشان تحرقي اللي دمي بيها، بس لا والله ما أنا ساكتة، ولذي كمان أحرق لك دمك وأعرف بقى إن أنا ما اترميتش. لا، أنا متجوزة جوازة انت ذات نفسك كده ما تحلميش بيها، جوازة الكل بيحكي عنها ويتحكى بيها. لو على حتة العيل أنا هعرف كويس بقى مشي. ساعتها مسكت تليفونها وبدأت تتكلم مع مامتها: بقول لك ايه ياما، ما تيجي النهارده تقعدي تغدي معانا؟ انا طبخه اكله، طبخه السمك اللي انت بتحبيه. يا بنتي انا مش عايزاك تكلفي نفسك، وبعدين مش عايزه اضايق جوزك. اخصى عليك يا ماما اللي انت بتقوليه ده جوزي بيحبك وبيحبك قوي كمان. تعالي بس. وبعدين يا ماما هو انا هفضل اتحايل عليكي علشان تجيلي ولا ايه؟ هو انا ماليش خاطر؟ بعد ما امها وافقت قفلت معاها وبدأت تطبخ وتنظف في البيت. بعد شوية كان بيرن جرس الباب وراحت وداد علشان تفتح. تعالي يا ماما اتفضلي. اتكلمت ساعتها باستغراب: ايه ده، امال جوزك فين؟ جوزي في المحل بتاعه، وهو داير يلم الإيجار من الشقق اللي مأجرها، وهيجي على الغدا إن شاء الله. يلا ربنا يعينه. يا لهوي أنا عليا وعلى حظي، نسيت أجيب العلاج بتاعي، أعمل إيه دلوقتي؟ حصل خير. المهم أنت حافظة اسم العلاج يا ماما؟ أيوة حافظاه. طب اكتبيه ليا في ورقة واستني وأنا هخلي الواد صبري يجيبه ليكي. وساعتها راحت ودخلت الأوضة على صبري: أنت يا زفت أنت، يا دي النيلة، عايزة إيه مني؟ تعالى جيب العلاج ده لأمي. وانا اجيب العلاج لأمك بمناسبة ايه؟ هو ايه اللي بمناسبة ايه؟ انت تيجي وتجيب العلاج لأمي علشان خاطر نسيته في البيت. انا بقول لك بقى يبقى تسمع الكلام. انا ما بخدمش حد، ما بجيبش حاجة لحد. انت عايز تجيب العلاج لأمك روحي جيبيه، لكن انا قاعد بذاكر، انا عندي امتحان. انت كمان بقيت بترد عليا. انا ما ردتش عليك ولا قلت لك اي حاجة، كل اللي قلته لك اني بذاكر. بس عارفة أنا هروح أجيب العلاج علشان خاطر أمك ملهاش ذنب. راح وأخد الفلوس من الست أم وداد وراح جاب لها العلاج. اتفضلي، لو عوزت أي حاجة نادي عليا. وساعتها قرب منها وهمس في ودنها: بس ما تبعتليش بنتك، علشان بنتك لما بتيجي تطلب مني طلب بتقفلني، مش ببقى طايق نفسي. دخل على جوه، أما أم وداد ساعتها كانت عمالة تضحك وتكلم وهو واقف على باب الأوضة: أنا هخلع أنا بقى علشان أمنا الغولة جت. هو أنت بتضحكي على إيه يا ماما؟ يا أختي ما بضحكش على حاجة، عادي يعني. هو إيه اللي عادي؟ الولد ده كان بيقول لك إيه؟ هو ضايقك في حاجة؟ زعلك بأي كلمة؟ ولا ضايقني ولا زعلني، الواد حتة عسل ودمه شربات. هو عارف يضحك عليك أنت كمان وياكل بعقلك حلاوة. يوه مالك يا بنتي يا وداد، حاطة نقرك من نقر الواد كده ليه؟ أنا لا حاطة نقري من نقر الواد ولا ليا دعوة بيه، ولا أصلا طايقاه ولا عايزاه يعيش معايا. لا يا وداد ما تقوليش كده، ده واد يتيم حرام عليكي. اكسبي في ثواب وحاولي انت تعتبريه زي ابنك علشان ربنا يكرمك
ويجيب لك بحتة واد كده تلاقي العوض فيه، يجيب لك بحتة واد كده تلاقي العوض فيه. يوه، بالله عليك يا اما بطلي الكلام اللي يحرق الدم ده. بلا عوض بلا مش عوض، ده واد قليل الادب، وبصراحة مش بطيئه. انا اصلا ما كنتش حباه، ما كنتش حابة ان هو يعيش معايا، بس لولا ان ابوه شرط ان دون يكون من اسباب ان هو يتجوزني. مش عارفة، من قلة العرسان. ده السبب بقى خلاني اتحوج للكل. ولما جيناجي قلت مفيش احسن منه، وفلوسه كمان، وفلوسه شفعت له، وقمت متجوزاه. لولا الحظ والبخت المايل اللي خلى ابتسام تعايرني بان انا عنست، وتعايرني اتجوزت كمان علشان الواد اللي معايا ده. يا بنتي يا وداد، الكلام اللي انت بتقولي ده يا اختي ده يخلي الواحدة يجيلها اكتئاب وتحزن وتتعب. فك عن نفسك، الحياة بسيطة، مش مستاهلة، مش مستاهلة كل اللي انت بتعمليه ده. ارضي ربنا وربنا هيرضيكي. قولي لي بقى، عامله لنا اكل ايه حلو؟ عامله لك صينيه سمك في الفرن يما، انما ايه هتاكلي صوابعك وراها. حتى الوقت وجنيجي من بره وقعدوا علشان ياكلوا كلهم. والله يا حماتي انا نفسي اتفتحت على الاكل اكتر واكتر لما لقيتك هنا. يلا بسم الله. ساعتها بص على ابنه واتكلم. مالك يا صبري، انت مش بتاكل ليه؟ ما انت عارف يا بابا ان انا ما بحبش السمك صينيه في الفرن، هي ليه عامله اصلا، وحتى ما عملتليش اي حاجه تانية علشان اكلها. وهو السمك ده وحش؟ ده نعمه يا صبري، كله بلاش تتبطر. على رأي المثل، اللي بيتبطر على النعمه بتزول من وشه. ثم اننا اكل زي الفل، لو كنت بطبخ ايه حتى. خلاص خلاص يا وداد، انا هجيب لك اكل من بره. انزل عند عمك سرور واجيب لك طاجن كشري وكل اللي انت عايزه، وقول له بقى الحساب على ابويا. تسلم يا ابويا يا حبيب قلبي من جوه. واخد بعضه ساعتها ومشي. وهي كانت قاعده فولت الغضب بقى عالي عندها جدا. اخدت قعدتها يا مامتها مع بعض، وكانت كلها نصايح من امها علشان تبقى كويسه مع ابن جوزها. وقبل ما تمشي، يا بنتي وصيه مني، الواد ده ما تعمليش في اي حاجه وحشه، اتقي ربنا فيه، وبطلي بقى حد وغلك ده. والنبي يما انت جيتيلي النهارده علشان تحرقي لي دمي، مش علشان خاطر تهوني عليا شويه. وبعدين انا مالي ومال، انا هعمل ايه يعني؟ هو انا هعمل عقلي بعقلي حته عيل؟ شاطره يا بنتي، ربنا يهديكي ويكرمك يا رب. خلاص يما، عرفت الكلمتين اللي انت كنت عايزه تقوليهم، ما تقلقيش كله هيبقى كويس قوي. مشيت مامتها ودخلت ساعتها على جوه، لقيت جوزها قاعد. عجبك اللي انت عملتيه مع صبري ده؟ هو ابنك بقى بيعجبه العجب يا ناجي؟ ابنك مطفحني المر ومطلع عيني. بعدين انت بدل ما تقف معايا وتقف في صفي، وقف معاه هو. لا عجبه اكلي ولا عجبه غسيلي ولا عجبه تنظيفي. النهارده امي كانت عندي زي ما انت شايف كده، ونسيت تجيب العلاج بتاعها. رحت وطلبت منه وقلت له يروح يجيب لها العلاج، وطلع بقى فيا يكفيك الشر كأن انا غلطت فيه. ابنك صعب صعب قوي يا ناجي. معلش وحقك عليا، وخلاص هانت اهو، وهيمشي ويروح الشقه الجديده مع عمته. الشقه الجديده المفروض كانت تكون ليا، بس انا قعدتي في القديمه. على العموم انا ممكن اسالك سؤال؟ ايوه طبعا اتفضلي. هي الشقه دي انت هتكتبها باسم مين؟ طبعا هكتبها باسم صبري. انت ناسيه ولا ايه؟ ده حقه من امه. طيب وحق اختك؟ حق اختي محفوظ في البنك. وبعدين انت بتسالي الاسئله دي ليه؟ لا يا اخويا، لا عايز اسال اسئله ولا حاجه. هقوم اعمل لك كوبايه شاي علشان تعدل دماغك كده. عدى اسبوع وكان كل يوم كرهها بيزيد لصبري، بتفكر تنتقم منه ازاي، لغايه ما جت عندهم سوزان اخت ناجي. ساعتها اتصلت بيها، تعال عايزاكي في حاجه ضروري. ساعتها جت سوزان عندها على طول. خير يا اختي، جايباني على من وشك كده ليه؟ طبعا لازم اجيبك على من وشك بعد اللي عرفته وسمعته. عرفتي ايه وسمعتي ايه؟ في ايه يا وداد؟ انت كده قلقتيني يا اختي، ما تتكلمي بقى. بصراحه كده انا مش هقدر اسكت على الظلم ده. اصل بيقولك الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانا يا اختي ما اقدرش اكون كده، لازم اقول الحق ولو على ايه حتى. يوه، حو في ايه؟ ما تتكلمي بقى،
حاول ناخد الكلام كده منك بالقطارة، ما تتكلمي يا وداد بقى. فلوسك هتضيع. نعم يا أختي، فلوسي هتضيع إزاي؟ أخوك كتب كل حاجة باسم ابنه صبري، لا عمل ليك حساب ولا ليا ولا لعياله، اللي ربنا يكرم بيهم مني. مش عارفة بقى ليه ده كله. نعم، كتب كل حاجة باسم ابنه. طب وحقي راح فين؟ هو نسيه ولا ايه؟ ده انا مأمنة عليه، مرضتش اطلبه بيه، وقلت وقت ما عاوزه هاخده، وقال لي ما تقلقيش، ده مع اخوكي وهشغلهم ليكي كمان. هو طلع بقى كله ده كده. شفتي، ده زي ما يكون معمل له عمل يا سوزان. انت لازم تاخدي حقك. ايوه هو جوزي، بس ما اقدرش اشيل الذنب يا اختي. اخص عليك يا ناجي، بقى دي اخرتها معايا. ودت حبت تخليها تكرهها اكتر واكتر. عارفه بيعمل معاكي كده ليه المؤاخذه؟ علشان انت عانس. ايوه، او ممكن بقى علشان القطر فاتك، انك تفقدي الامل وتفضلي محبطه كده. بيعمل كده يعني علشان ياخد كل فلوسك. سوزان قامت من مكانها واتكلمت بكل حده. لا، ده نجوم السما اقرب له ان اسيب حقي او افرط فيه. قامت وداد ساعتها من مكانها وطبطبت عليها. اهدي بس يا حبيبتي، اهدي وانا هقولك على حاجه تضمني بيها حقك وتعرفي تاخديه، بس كله بالأصول. بعد شوية روحت سوزان وداد دخلت تعمل الأكل. بعد شوية دخل صبري ومعاه واحد صاحبه. دخل عليها صبري ساعتها واتكلم. بقول لك ايه يا مرات ابويا، ما تعملي شوية عصير كده علشان صاحبي معايا بره. ضحكت ساعتها بسخرية. نعم، أعمل إيه إن شاء الله؟ ما تطفحوا انت وصاحبك، هو أنا مالي يعني؟ تصدقي إني غلطان إني طلبت منك حاجة؟ كانت لسه هتتكلم، سمعت صوت ناجي من بره. قامت رامية الحلة اللي كانت في ايديها على الأرض وقعدت تعيط وتنزل دموع التماسيح. اخص عليك يا صبري، ألف اخص عليك، ده مش قادر تستنى وتستحمل شوية. اتكلم ساعتها بكل صدمة. إيه اللي انت بتعمليه دي يا مرات ابويا؟ هو في ايه؟ كانت لسه هتتكلم فدخل ساعتها ناجي، فكملت في العياط أكتر وأكتر. شفت يا ناجي ابنك؟ شفت عمل فيا ايه؟ علشان تبقى تقول ان انا اللي وحشه وانا اللي بعمله وحش. انا تعبت والله تعبت. لا وكمان عمال يقول لي انت خدامه هنا، انت متجوزه ابويا علشان تخدمينا، انت فاتك القطر علشان كده ابويا جالك، وسمعني كلام زي الزفت. كل ده علشان قلت له انا مش فاضيه اعمل لك حاجه يشربها هو وصاحبه. الحال ده ما بقاش ينفع يتسكت عليه يا ناجي ابدا. اخدت بعضها ومشت لمت هدومها وراحت عند مامتها. دخلت على اوضتها القديمه وقعدت تشم في جلاليب حبيبها القديم ونروح فلاش باك. كانت عماله تترجى فيه وتتكلم. اتجوزني يا جلال، مش عايزه منك اي حاجه. انت ربطني جنبك السنين دي كلها، وفي الاخر تقول لي كل شيء اسمه ونصيب. رفضت عرسان قد شعر راسي، رفضت عرسان كتير اتقدمولي واستنيتك كتير، وده بقى جزاتي في الاخر. بصي يا بنت الحلال، انا لا كنت ناوي اسيبك ولا اغدر بيكي، بس انا مش معايا اللي يجوزني، وبصراحه كده الفلوس اللي انا حوشتها هصرفها في جوازة اختي. ستر اختي اهم من كل حاجه. يعني انت تستر على اختك وتسيبني كده يا جلال؟ ليه؟ انا قدمت لك ايه وحش علشان تبقى ده جزاتي في الاخر؟ اخص عليك يا جلال، واخص على اللي يأمنك حاجه. انا مش مصدقاك بجد، مش مصدقه يا جلال اللي انت بتعمله فيا ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بصي يا بنتي الحلال، ما تحطيش الذنب كله عليا. بصت له ساعتها بكل كره واتكلمت. مش مسامحاك. فقدت ذكرتها وهي بتتكلم، خلتني اتحققت وما صدقش اي راجل تاني. كان زماني متجوزاك دلوقتي وعايشه معاك على الحلوه والمره بدل اللي انا فيه دلوقتي. اخدت ساعتها نفس طويل واتصلت بسوزان. هتعملي ايه ولا ناويه على ايه؟ ولا هتسكتي لغايه ما اللي اسمه صبري ده يكوش على كل حاجه؟ اسمعي، احنا لازم نخلص منه. انا ناويه اعمل اللي احنا اتفقنا عليه. هروح اكلم اخويا. قطعتها ساعتها بالغيظ بالكلام. لا، الكلام مش هينفع في الحكايه دي يا سوزان.
احنا لازم نقطع عرق. ده اللي هو ازاي يعني يا وداد؟ يعني من الآخر كده أنا هجيب واحد يخطف الواد ويخلص منه. انت يا سوزان هتساعديني في كده؟ أساعدك ازاي يعني؟ يعني من الآخر كده تسحب الواد لمكان أخوكي مش موجود فيه، زي مثلا الشقة اللي هو بيشطبها، بحجة إنك عايزة تفرجيه عليها، وأنا هاجي بقى والباقي عليا. تمام يا وداد اللي انت شايفاه، بس الواد ما تقلقيش يا سوزان، هو بس هيبعد الواد، مش هيعمل فيه حاجة. مش خوف عليه يا وداد، ده خوف علينا احنا. اهو انت كده بقى تعجبيني. قفلت معاه وهي كلها غيظ وغضب، وراحت ساعتها واتفقت مع واحد واخدته وراحت على الشقة. لقيت سوزان جاية ومعاها الولد. الله يدور عليك يا سوزان، اهو ده بقى المظبوط. قطعها ساعتها دخول ناجي، هو الكلام المظبوط. خافت ساعتها واتكلمت بتوتر. هو في ايه؟ سوزان ساعتها اتكلمت. اقول لك انا في ايه؟ في انك فاكره ان ممكن اخون اخويا وابيعه لواحده زيك، تبقى غلطانه. ده أنا لو اخويا طالب عينيا عمري ما حوشها عنه. الدم عمره ما يكون ميه، ولا الضفر يطلع من اللحم ابدا. انت حسبتيها غلط قوي يا وداد، للدرجه دي كنت كارهه صبري علشان عايزه تخلصي منه. ليه وعمل فيكي ايه؟ ده انت لو كنتي احسنتي تربيته واخدت بالك منه، يمكن ربنا كان يشيل السواد اللي في قلبك وتبقي انسانه كويسه، نقدر نعيش انا وانتي في سعاده. بس انت اخترت طريق الشيطان. انا مش عارف انت ليه عملتي كده. انا كنت شايف فيكي انسانه كويسه وانت مسحت الصوره دي. صبري اللي مسح دموعه واتكلم. انا عمري ما كرهتك على فكره، انا كنت بتضايق منك وكنت بعصبك، بس عمري ما كرهتك. عمري ما كرهتك الكره ان اكون عايزه اذيكي. بس انا عمري ما كان ليا ام، ولا وعيت عليها ولا شفتها. قلت خلاص انا ابويا مكفيه، بس انت كمان كنت عايزه تحرميني من ابويا. بس مش مسامحك وكرهتك دلوقتي، وكرهتك قوي. انت طالق بالتلاتة. انا اسف يا ابني، اسف اني جبت لك مرض اب تعمل فيك كده. ليه يا ناجي؟ صوابعك مش شبه بعضها، اختيارك بس كان غلط. ربنا يكرمك باللي تصونك انت وابنك. وبعد كده يا حدقة عايزة تلعبي لعبي بعيد عن اخويا، بعيد عن الدم واللحم. مش كل الناس زيك، مش كل الناس زيك قلبها اسود. روحي امشي وغوري من حياتنا. ده انت ربنا مسلط عليكي قلبك يا شيخة. ومن بعد اللحظة دي روحت على بيت مامتها. مامتها عرفت بكل حاجة، بس ما رضتش تزيد الطين مبلة عليها وسابتها لنفسها اللي ضميرها كان بيعذبها، ودخلت في حالة اكتئاب ما كانتش بتخرج من البيت خالص. أما ناجي ما ينكرش إنها صعبت عليه بعد ما مامتها بعتت له علشان يجي يشوف حالتها، بس ما قدرش يرجع ليها تاني، ودي صفحة واتقفلت. ربنا أخد له حقه منها بتعذيب الضمير والحزن والاكتئاب. كانت واقفة في شباك أوضتها وبتتكلم مع نفسها. خلتها كده، هو ده اللي أنا استحقه، كان لازم أفوق. ربنا فوقني، أنا غلطت وغلط جامد قوي. سامحني يا رب، أرجوك سامحني. اتعظت وداد وعرفت إن الله حق، وبعدت عن الكل وما خرجتش من بيتها خالص، واتقربت من ربنا وبس. وتوتة وخلصت الحدوتة، واستني في حكاية جديدة، واشوفكم على خير ومع السلامة.